شلونكم يا بنيات وشلونكم ويا رمضان؟ اليوم فرحانة كلش لأن أول مرة أسوي هيج حمص بطحينة كلش طيبة. يلا نبلش نسويها سوا. عندي هنا أنا حمص مجروش مال الحصة، سلقته سلقة كلش قوية بحيث صار مثل الشوربة. جمدته بالفريز تقريبا ساعتين وراها قبل استخدم. وأكيد تستخدموه على حسب الحاجة وحسب الكمية اللي انتو تريدون تسووها. هنا أنا ضفت رابة، ضفت تقريبا 3 خواشيق كبار. هاي الخاشوقة طبعا دبل بس ما مبينة بالتصوير. فضفت 3 خواشيق رابة، وراها ضفت الراشي عيني ميزاني حسب الكمية اللي عندي. وراها عصرة ليمونة، وضفت وراها زيت الزيتون وفص ثوم أكيد وكمون وملح. وراها أخلطه بالخلاط كلش زين. شفت هنا يحتاج بعد شوية زيت، ضفت له بعد زيت من هذا العادي. وهذه النتيجة النهائية. طبعا شقد ما بيكم لحوا بالخلط لحد ما حتى لو يحترق الخلاط ما يخالف، المهم تصير كريمية وسوفت. الأفضل تستخدمون ذاك الخلاط مال العصاير، ذاك يطلع الحمص بطحينة كلش توب. لكن أني استخدمت محضرة الطعام لأن ما عدنا من ذاك، مدري ايش عجب ما مشترين. وبس والله هاي النتيجة النهائية، وكلش فرحانة لأن كلش طيبة طلعت. وبس ألف عافية ورمضان كريم.